مبشور الليمون نديروه في ظرف قياسي وبكمية كبيرة لجميع الحلويات والمشروبات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم راح ندير معكم تطبيرة وهي مبشور الليمون ولا لوزاس دو سيترون. حنا كي نديروه بلاغاف هذيك تحكمنا الوقت ونديرو غير قليل. اليوم راح نعطيكم استيوس ديروا كميه كبيره وفي اقل وقت ممكن. هيا وعلى بركه الله. عندي هنا ليمون، هاو نجيبوا الكميه اللي تحبوا، تجيبوا صحن وتجيبوا المبشره هذه تاع البطاطا ونبداو نبشروا في الليمون تاعنا على بركه الله. بسم الله. هكذا نديروها حبه بحبه. هاي زيناه، ما فيهاش هذاك الابيض اللي يجي مر. نديرو الليمون اللي نحبو، الليمون اللي عندنا، يعني عندك كيلو زوج وعن بالكم نبشرو الليمون نسحقوه في الحلويات. سورتو حنا رانا بربي ان شاء الله في رمضان والعيد البشور تاع الليمون نستعملوه في حوايج بزاف وخاصه الحلويات. نكمل الكميه كامل ونرجع معاكم ونكملوا كيفاه نديروها. بعد ما قشرنا الليمون كامل دركا نحطوه في الاشواغ نرحيوه. وهادو الحبات اللي قشرناهم مانيش رايحين نرميوهم، نعصروهم والعصير تاعهم هذاك نحطوه في الكونجيلاتور ونديروهم ونخبيوهم منين نحتاجوهم نلقاوهم ان شاء الله. نرحيو مع بعضنا. بسم الله. نضرب ونحب. ميم با 5 دقائق درنا كميه كبيره من مبشور الليمون. ويجي رقيق. هذا هو مبشور الليمون. ميم با 5 دقائق. ما تنساوش تحطوه في علب محكمه الغلق ونحطوه في الكونجيلاتور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسونيش بالجيم وبليزابونمون وشكرا.